القناه ديال يوسف تكنولوجي تي في. هذا الفيديو غادي نحاولوا نديرو استثنائي ماشي بحال الفيديو الاخرين اللي كيكون فيهم لي ريغلاج وكذا وهذا. المهم هذا الفيديو هذا غنديرو استثنائي باش نعطيكم المحتوى ديالو. غادي يكون فيه البريزونطاسيون ديال لا ماشين ديال زد جي ام. ويعني علاش درت هذا الفيديو؟ لان ظهرتني بهذا الصراحه، علاش لقيت فيها شي حوايج اللي ما لقيتهمش في بليزيور ماشين. المهم على الاحترام لباقي الكليون وباقي الناس كاع ماشي. حنا المهم كاعتراف من التكنيسيان غادي نقول لكم بان سي واحد لا مارك اللي عندها السمعه ديالها عاليه في السوق ولقات اخبار من طرف الكليون. المهم بالنسبه للسي جي ام او المحتوى ديال الفيديو غادي يكون بريزونطاسيون ديال لا ماشين ديالنا سواء العاديه وسواء سبيسيال. كاينه ماشين لازير اللي نشوفوها هنايا وكاينه لا ماشين العاديه. المهم حنا غادي نبداو بالعاديه وغادي نقول لكم حتى لازير شنو هو لاميليوراسيون اللي طرات فيها باش ولينا يعني باش حتى لي كليون تسهلوا عليهم الخدمه. يعني سيرتو في هذا المخرج اللي ولا دابا ولا مشهور في السوق او كيسميوه السوس. فالسي اشرف جاب هاد لا ماشين حتى المهم نخليكم مع الفيديو باش تشوفوه من بعد وبقاو معنا. المهم بالنسبه للا ماشين ديال زد جي ام، بالنسبه لليكرون ديالها ليكرون كبير ضاها. بالنسبه للموتور ديال ليكس ويكراك كاين لي سيرفو موتور، المهم على حسب الطلب ديال الزبون. بالنسبه للكاليس ديال البلاستيك مزيان، يعني تبارك الله كلشي فيه لا فينيسيون وحتى الخدمه البوان ديالها كتبان تبارك الله مزيانه. يعني هذاك الشيء تبارك الله مزيان. بالنسبه للتحت ديالها فيها غريساج سومي اوتوماتيك، يعني كاين الكروشي لاكس كروشي كيتغريسا اوتوماتيكمون، يعني قليل اللي كيغريسي الكروشي او بالاحرى كيغريسي اللاكس كروشي، يعني باش ما كيكونش بلوكاج في لا ماشين او كوانسمون. المهم اشرف دار هذه العمليه هذه باش يسهل حتى الناس كيمهلوا هذه المسائل هذه. المهم الموتور كما كنا كنقولوا بانهم سيرفو موتور، الليكس ويكراك حتى هي سيرفو موتور ناف كولور، يعني بعض التحسينات دارها طلب من الزبناء او هو عارف اش كيطرا في السوق. يعني الحمد لله لعب على هذه المسائل هذه لا ماشين لازير. المهم حنا غادي نخليكم مع اللازير حتى الاخر، غادي نديماريو لا ماشين باش تعرفوا الغرزه ديالها اللي كتوصل حتى ل 1200 يعني قليل في السوق المغربي، قليل لا ماشين اللي خدامين بهاد لا فيتاس هذه، عاد بزياده عليها دوبل كام. الا العاديه كتكون فيها مونو كام، ولكن هاد لا ماشين اللي خرج دابا دوبل كام. المهم نخليكم مع هاد لا ماشين باش تشوفوا. السرعه كما قلنا راه كتوصل حتى ل 1200. حنا غادي نديروها باش
وبالنسبه لا ماشين يعني الجديد اللي دار فيها اشرف هو هاد لابار هادي تحس منها كيكون لي رولمون، يعني هذا الكادر هذا ما فيه لا فوترين لا والو، يعني كيبقى مهزوز في نيفو واحد. وهنا السيستيم اللي كاين فيها هو هنا عوض كيكون الفوترين او كتكون لورما عاديه، هنا كاين شي 4 لورمات والكادر هنا خاوي كيمشيو فيه لي رولمون. يعني هنا لاعبين على السرعه ديال لا ماشين، يعني باش ما تكونش هذيك الزديح ديال الكادر. المهم نخليكم باش تشوفوا معنا نيس نكملوا الفيديو. اللي درنا في سير ماشين. غادي نشوفوا ان شاء الله اعترافات ديال بعض لي كليون اللي خدوا هاد لي ماشين هذه وقالوا بانفهم بانهم ما ندموش عليهم ونلقاو فيهم الراحه ديالهم، ونشوفوا يعني الشهادات ديالهم اش غادي يقولوا ان شاء الله. بقاو معنا وما تبقاوش. السلام عليكم، معكم رضا متفور. شريت الماكينة مع الأشراف من كازا، صدقت مزيانة، وكنتسنى شريتها مع التيست كطلع بلاصة. المهم نسينا اختيار بنتي أخرين كنتو عارفين نبداو في هاد الدومين، كنصيبو شي عارف الأشراف لا من ناحية الماركتينغ لا من ناحية المعاملة. بسم الله. السلام عليكم خويا. الماكينه ديال زي جي ام صراحه ماكينه مزيانه ومليحه وخدام بها على ما يقرب من 5 سنوات، وتصاحب الشركه انسان الله يعمرها دار، واهم حاجه فيه هو انه انسان صادق ومعقول وفيه الكلمه يعني، والله يعمرها دار والله يرحم والديه. وتنشكروا على هذه الماشين هذه والله يكثر خيره. وحنا راه مازلنا تنتعاملوا معاه والمعاملات ديالنا عاد مازالت لقدام والله يجازيه بالخير، وراه ماكينه مصداقيه ومعقوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم صالح من برشيد. بغيت ندلي بالرأي ديالي تجاه هذا النوع ديال الماكينة الطريز بالنسبة للناس اللي باغا تاخذ شي حاجة اللي ما غاديش تندم عليها مستقبلا. هذا الشيء ليس مجاملة في أحد، هذه شهادة حق من طرف أشخاص بزاف أصحاب هذا الميدان اللي شافوا عن قرب هذه الماكينة ولقاو فرق كبير بينها وبين اللي عندهم. المهم باش بلا ما نطول عليكم، اللي بغى المليح عليه بالجيمة عند أشرف، راه معروف أشرف دار بيضاء، السمعة ديالو معروفة في السوق، كلمة الشكر في حقه قليلة وأي شخص كيتحدث عليك إلا وكيهدر عليه إلا بالخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم في هذه البارتي هذه غادي نطرحوا واحد السؤال اللي هو مهم وواجه للسي اشرف. هو السي اشرف تقول لنا اشنو تحسينات وعلاش التحسينات اللي درتي في هذه الماشين يعني وعلاش بالضبط؟ السلام عليكم الاخوان. اول حاجه التحسينات اللي درت في هاد الماشين هي السيمو دوبلكا، يعني السرعه ممكن تخدم بالالف. وحاجه اخرى انني درت الزيت سيمي اوتوماتيك، يعني كنت اللاكس تاع الكروشي، لاكس ديال كروشيات واللاكس تاع السيليكتور تا هو كيتزيد سيمي اوتوماتيك باش ما يكونش بلوكاج. لان اكثر الناس كينساو الزيت. فوالا. ثاني حاجه هي الكراوي، اننا حنا في الماكينه واخا 2 طريوس، يعني 2 طريوس يعني الانسان كيقول لك راه غير ماشين ايكونوميك، لا حنا ما درناش ماشين ايكونوميك 2 طريوس، يعني درنا هكا ماكينه كبيره، يعني درنا لها 3 كراوي، ها وحده ها 2 ها 3. فوالا 3 كراوي. حتى الكادر كيكون صحيح، صحيح، وحتى الغرزه كتكون زوينه، يعني كتكون كاليتي. فوالا. وبالنسبه لي كليهم ما لقيتيش معاهم زعما الحمد لله الكليون فرحانين بهذا الماكين واللي شرا عندنا الحمد لله كيعاود يزيد. والمعامله تاعنا معروفه طيبه الحمد لله، ونتمنى والله ما يحشمناش. وبالنسبه للجديد السي اشرف اللي الجديد هو لا ماشين لازر. لا ماشين لازر كنظن ان اول وحده
كتدخل للمغرب ماشين سير لازر، أيه. لازر سير ماشين. اييه هذه درتها باش شفت المعاناه تاع الخياطه او الطرازه أيه. مع هاد الموديلات الجداد اللي خرجوا كيستعملوا فيهم الكاويه او النحاس، فقلت علاش ما نديرش لازر سير ماشين اييه باش نسهل على الزمن ان الطراز يخدم وهذا واحد المنتوج اللي يكون عنده جوده عاليه، يعني سهل في الخدمه وتجربه تكون عاليه حتى المردوديات كتكون بالنسبه ل احسن الانتاج كتنتج كيكون الانتاج كيكون زين، كيكون سهل في الخدمه وسريع، اييه وحتى الجوده تاع المنتوج كتكون عاليه. اييه معقول. هذا درتي شي تجربه في هذه، غادي نديروا التجربه ان شاء الله باش نشوفوا لي كليون. المهم بقاو معنا ان شاء الله باش نشوفوا التجربه ديال اللازير، يعني يقدر يخدموا به الناس اللي كيديروا هذاك المسوس كيسموه مسوس او المخرج او هذا او المثقب هذا، يعني تقدر تخدم يعني بليزيور فونكسيون، يعني بزاف ديال الاعمال تقدر ديرهم بهذا اللازير هذا. المهم بقاو معنا باش تشوفوا الخدمه ان شاء الله، ما تمشيوش بعيد. كتوضيح اخر في الماكين اللي كيكون السرعه ديالهم عاليه، كتكون السرعه عاليه مثلا 1000 ولا 1200. اقترحنا مع الشركه ZGM اننا نديروا الفلوتينغ فرام. الفلوتينغ فرام هو الكادر كيكون الفلوتينغ فرام باللغه العربيه كتعني الكادر العائم، يعني الكادر كيكون كيمشي على لورمات، ما كيكونش الفوترين لتحت، كيكون اوتوماتيكمون كيمشي على لورمات، يعني الحركه تاع الكادر كتكون خفيفه بزاف وكيتحمل السرعه تاع 1200. هذاك الشيء علاش هما داروا السرعه 1200 وداروا هذا السيستيم هذا ديال فلوتينغ فرام. يعني جميع دابا الماكن اللي غادي يوليو من هنا لقدام كلهم سرعه عاليه، كلهم الهاي سبيد. الهاي سبيد خاصك لابد تقاومها، ما تقاومها بالكادر، تقاومها بالماطر اللي صحاح كيكون لي سيرفو موتور، وبالكاليتي ديال الماكينه خاص تكون الميكانيك ديالها مثلا دوبل كام، جيب موتور، يعني المقومات ديال الهاي سبيد. وبالنسبه للجام هما اللي فيهم هذوك لي رولمون فيها في هذا السيستيم. السيمي دوبل كام كيكون لي جام، حنا في السيمي دوبل كام الجام العادي الجام سونويد او الجام بوبينا حنا زدنا فيه رولمون باش ديما كيكون ما كياكلش من السيليكتور او كيضرب السيليكتور. السيليكتور كيطول كيطول العمر الافتراضي تاع السيليكتور كيكون طويل. صراحه اول مره كنشوفها صراحه. غادي نوريو الاخوان الصوره ان شاء الله مدمجه مع الفيديو ان شاء الله. وغادي نوريو حتى لي بيس لو شونج والكاليتي ديالو ان شاء الله. المهم بقاو معنا باش ان شاء الله غادي نشوفوا دابا، غادي نشوفوا لي ستيل غادي نديروا ان شاء الله ديال اللازير كيفاش كتخدم وكيفاش يعني كلشي غادي يبان ان شاء الله في ارض الواقع. بالنسبه للازر انه كيقطع الثوب الصناعي والثوب الطبيعي كالحرير او القطن. وبالنسبه للاسئله اللي جاتني هذه الايام على اللازر واش كيخدم بالضوء اكثر من 220؟ لا، كيخدم غير 220. وبالنسبه للبروغراماسيون اللي كيدوي مع الناس كيقولوا واش اللازر كيحتاج شي بروغرام او بيكاج مختلف؟ لا، كيحتاج غير بيكاج عادي كسيرتي كيقرا اللازر. وحنا دابا غادي نبداو بالليسي ان شاء الله ديال اللازر.
صافي هنا العمليه استرقات تقريبا شي 2 دقائق باش تقطع لينا هادشي. سير ديماري شوف. يعني العمليه سهله دغيا كي دغيا سهله ما قال لك كاويه لا هذا الشكل النهائي هو هذا. تبارك الله يعني هذاك الشيء مسربي ومتقون، يحتاج لا فيزلين لا والو. هذا كل ما كيخص الجديد في ماشين لازير في عند زي جي ام عند اشرف. وغادي نمروا باش نوريكم بعد دي ديتاي على حساب لي بياس روشونج الكاليسي اللي كيجي. بقاو معنا ونمشيو شويه. ذلك شو هو هذاك ابو اشرف ترى ديكوفا لابليك سيدي تشكر. وي هاك اخويا. الاخوان هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو، وهاد البيبليسيتي ديال هاد الماشين هي ماشي بيبليسيتي، ولكن كنزيدوا قربناكم من الجديد ديال زي جي ام. هي معروفه تبارك الله، ولكن زدنا التطورات اللي زاد فيها سي اشرف. حنا وريناكم كاع الجديد ديالها.
سي اشرف هذه كلمه اخيره. أول حاجة كنبغي نشكرك السيد قناة الدنيا ديالنا، وبغيت ندير لكم واحد الدعوة اليوم اللي بغا يجي على قناة نيس تكنولوجي تي اللي بغا يجي يجرب الماكينة زد جي ام سواء العادية أو الماكينة بالغير مرحبا به، وتحت شعار كنقولو ديما زد جي ام لجودة عمرها. تبارك الله سي اشرف. اهلا وسهلا. اش هاد البياسه شي اشراف و كي داير هادشي تبارك الله؟ جميع الماركات تاع الدوبل كام، سيمي كام، مارك نورمال، جودة عالية. تبارك الله كيدير جوده عاليه. لي كارت كاملين كاين اي ماركه اي. جميع الماركات. اللهم بارك. يعني اللي بغى شي حاجه او استفسار يعني اتصل، غادي تلقاو الهاتف ديال السي اشرف هنايا. اللي بغى شي حاجه راه مرحبا، الاثمنه جد مناسبه، ممكن راس واحد. العمارات عندنا جميع عندنا حتى العمار الاخوان العمار اوتوماتيك كيعمر راسو. بالنسبه لتحت راه كاينين الدريفرات تاع جميع الماركات طرف مزيان. يعني اللي خد شي ماشين يعني ما كيلقاش مشكل في البياس طرونشونج، سواء الالكترونيك سواء الميكانيك. البياس طرونشونج تاع جميع الماركات عندي، والماكينتي مقاومه من كلشي، يعني مزيان. ما نقدروش نجيبو شي حاجه اللي ما عندناش بياس طرونشونج ديالها. يعني اللي خادم عندك لا ماشين ديالك ما كيخممش البياس طرونشونج، هذا هو المشكل الوحيد اللي كاين في السوق دابا. لا الحمد لله. بالنسبه للماكينه زد جي ام كنحاول نقومها من كلشي، وحتى البياس طرونشونج تاع الماركه الاخرين. انا في الاخر كنبيع البياس طرونشونج. مزيان. يعني اللي يحتاج شي حاجه مرحبا. برافو. هذه ماكينه كراس واحد 50 على متر 20 دوبل كام جنب موتور. هو الاخوان جنب موتور ديال جنب موتور دوبل كام 12 كولور. هاد ليكرون احسن ليكرون اللي كاين دابا حاليا صراحه، يعني حتى سهل حتى في المانيبيلاسيون. سهل بزاف. ان شاء الله شي نهار ندير لهم حلقه على خاص. هو السعر كيكون على حساب الكاليتي. الجوده دابا كاين السعر في السوق اللي هو طايح شويه، ولكن ملي كتجيو الكاليتي انا بعض الانواع ماشي انا كلشي. اللي كنقول للناس كنقول ديما يربطوا الجوده بالثمن. فهمتي؟ طبيعه الحال. ما ديما الحاجه نعرفها غاليه ولا رخيصه تكربط الجوده بالثمن. ديك الساعه كنشوفوا واش رخيصه ولا غاليه. كاين. اذا خوت خليكم على خير، السلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعاونكم.